السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب. بتمنى حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. فضلا وليس امرا نشترك في القناة بعد اذن حضراتكم. النادي الاهلي كان بيلعب مباراة النهاردة في كأس عاصمة مصر. بطولة انا من وجهة نظري شايف ما لهاش اي 30 لازمة طبعا. طبعا الاهلي كلنا عارفين الاهلي والزمالك وبيراميدز، او الاهلي وبيراميدز مش مدين لها اهمية، لان طبعا نادي الزمالك بيعتبر بيلعب بالقوم الاساسي طبعا. فالنادي الاهلي طبعا بيجرب الناس اللي موجوده عنده وبيلعب بدكه البودلة، مش هقول لك بيلعب بالشباب، لا بيلعب بدكه البودلة اللي موجوده عنده حاليا. بيراميدز بيلعب كله شباب، كله شباب، ما بيلعبش ببدلاء اصلا، بيلعب بكله شباب، يعني عناصر شباب وناشئين. بالمناسبه كان هزم النهارده امام بتروجيت سبعة لا شيء اعتقد يعني. آه، فاحنا مباراة الاهلي، المباراة انتهت ب2-1. انت كنت فائز، الشوط الاول خلص 1-0 للنادي الاهلي. تبدأ المباراة في الشوط الثاني هدفين، يعني اقل ما يقال عنهم ان هم اهداف ساذجة، والله اهداف ساذجة من دفاع هش مش موجود بالمرة. دفاع مش موجود بالمرة. ياسين مرعي النهاردة كمية ميس باص غريبة. ايه شكري ده يا جماعة؟ ايه شكري ده؟ مين اللي جاب شكري ده يا جماعة؟ مين اللي جاب محمد شكري ده يا جماعة؟ ده انا ما شفتلوش باصتين على بعض، والله ما شفت له باصتين على بعض. ايه ده؟ ايه المستوى ده؟ وايه الاداء المزري ده؟ انا مش عارف الناس دي موجوده في النادي الاهلي ازاي. الناس دي موجوده في النادي الاهلي بتعمل ايه والله؟ الناس دي موجوده في النادي الاهلي بتعمل ايه؟ اصلها ارزاق وكل حاجه، ما حدش يختلف ولا حد يتكلم في الموضوع ده، ولكن ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المستوى ده وايه الاداء ده؟ وفي كرة تانية برضو، بصرف النظر على فكرة الجون اللي جابه مع جراديشار جميل جدا. بصراحة هدف رائع بأمانة يعني. ولكن في كرة تانية في الشوط التاني، انا مش فاهم هو كان عايز يعمل فيها ايه بالظبط. لعبها له عرضيه محمد عبد الله، ايه ده؟ لعبها بطريقه غريبه جدا. معرفش هي اتزحلقت من على دماغه ولا مش فاهم في ايه بالظبط. انا مش فاهم هو كان عايز يعمل فيها ايه، ما فهمتوش بصراحه. اداء غريب عجيب ومش عارف والله يا جماعه ايه ده. والله مش عارف ايه ده. محمد عبد الله ده يطلع اعاره، جراديشار ده نشوف له اي مصلحه يعملها. اعاره بقى، بيع مين تاني. خط الدفاع يتفور كله، يتفور. مفيش كلام والله. السلام عليكم.